السلام عليكم من جديد. المحطة الثانية اليوم اللي راح نوريها لكم. شوفوا طاكسي ساعة في دبي كيفاش يحبسوا لك من بعيد، كي راح تفوت على الراجلين يحبس لك من بعيد، ها حتى تمشي بعقلك ما كاينش لك لاكسون ولا كاين ناس ورايا واحد ما ديرونجي له. شوفوا ها قال له فوت روعة، أدب عند الناس. المهم قلت البلاصة الثانية اللي راح نشوفوها ديما في الحوايج التاريخية تاع دبي، يعني المنطقة التاريخية تاع دبي لا زون توريستيك هي حي الفهيد التاريخي. من هنا بدات دبي يا جماعة. هذه البلاصة راكم تشوفوا فيها، هنا بدات كانت المركز تاع دبي، يعني هنا كانت الناس عايشة. كان حداهم البحر منا يسموه خور دبي، ها هو منا تسمى ورا السور هذاك يسموه خور دبي، وهنا كانت الناس عايشة. وباش تاخذوا فكرة، هي أصلا دركا دبي راهي عدد الناس اللي ساكنين فيها راهم 2.5 ملايين نسمة، يعني دركا في 2023 حوالي 2.5 ملايين. وتخيلوا في هذاك الوقت قداش كانوا ناس ساكنين فيها، يعني باين كانوا شوية خلاص. ها هو حي الفهيد التاريخي، هاي الأصدقاء تاعو. مثلا نشوف هنا هما هم داروها محلات تاع لي سوفينير وكلشي. خلينا نكتشفوا برك نشوفوا كيفاش كانت. شوفوا مستغلوها وداروها مناطق. Good morning. Hi, good morning. Hello. Yeah, good morning. When I calculate in the Indian figure, I mean, my God. Yes, welcome. Good morning. هذا كان مسجد يبان لي من فوق، وهذا مسجد. والحاجة اللي مليحة في الأجانب السياح خاطيهم متوسوس، ما يشوفوك تصور وتبان في الكاميرا، بصح هذا نورمال ما يتوسوسش. أنا هنا متمنى نشوف العرب بصح تاعنا، سواء جزائريين سواء غيرهم. راكم تشوفوا الفيزاج ما كانش. Se loro vogliono andare liberi, perché non abbiamo il pranzo, non va il traffico in albergo. هذه هنا بوزيف. Ah, lunga diciamo questa ricci 35, io ho guardato l'orecchio. Le cabello. دخلة واحدة أخرى. هذا ممنوع له جيد يا صاحبي، وعندك جوجل أقربك بقى تعرف على حتى نكري جيد. هم دايرينها الكود نصور حتى في الحيط الشيني. شوف والله مش شيني، شوف يطلع لو شكين تحت الحيط، هو صغير. شوف privata dove sta la sua smoke apre la ventana hacia afuera porque tenemos en cuenta que aquí hace calor, ¿no? En las casas ها هي التاريخ تاعها، حي الفهيد التاريخي. ها على طول خور دبي كما قلت لكم يتربع حي الفهيد التاريخي، موفرا للزائر فرصة معايشة نمط الحياة التقليدية الذي كان سائدا في دبي منذ منتصف القرن التاسع عشر، يعني 1800 وحتى سبعينات القرن العشرين، حتى 1970. باسكو هنا تحررت من بريطانيا بما تحملون من مخزون قيم وكذا كذا. ودروكا هم دايرينها لتحمل العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، يسمى دروكا هم دايرينها. شوفوا وقد لعب الحي بحكم موقعه الاستراتيجي على خور دبي دورا مهما في إدارة دبي وتنظيم علاقاتها التجارية العابرة للبحار، باسكو كانوا عايشين إلا من البحر برك.
مش عارف هنا واش كاين. مدخل خاص هذا المدخل الرئيسي. دار الندوة، هذه دار ندوة مانيش عارف واش فيها. ندخلوا ونشوفوا حتى حنا دار الندوة هذه واش هي. تهلا في رواحكم، راكم عرفتوا حي الفيديو التاريخي هذا كيفاش نداير. السلام عليكم.